يا نهار ابيض، شوفوا بقى الدور عامل ازاي، شوف الدور شكله عامل ازاي. انت بتبقى قاعد هنا، المسافه ما بيني وما بين الدور كده دي حوالي 3 متر. العود ال 3 متر يكفيك، مفيش مشكله، بس شوف المسافه قد ايه. وتشد السمكه من جوه، السمكه تقيله حرفيا. الميه دي هديه مني ليكم، حافظوا عليها، حافظوا عليها، عشان دي ميه جامده يا جماعه. ميه اللي هيجربها ويتحرم منها هيزعل قوي. لما انا اقول لك على ميه زي دي يبقى انا بعزك. انا طول عمري بعزك، طول عمري بعزكم، وبقول لكم على ميات، وبقول لكم على حتت جامده جدا، صح ولا لا؟ اول هام بتاكل على الجرفه 30 سم ماشي، 20 سم ماشي كده يعني. كمان بتعكر، اصلا شكل الدور بيمتعك حتى لو ما طلعتش السمك. السمك بتاعها هتطلعه من الميه وهتحتار تمسكها ازاي. السمكه اللي هتطلعها وهتضيع منك هتزعل عليها. فما تضيعوش تعبي علشانكم بالله عليكم، عشان انا والله بعزكم وعايز مصلحتكم. اكيد انتوا فهمتوني وعرفتوا طريقتي وعرفتوا اسلوبي معاكم وعرفتوا فعلا فعلا نيتي ان انا منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي المحترمين، الناس اللي الذوق، الناس اللي الأخلاق، أهلا بكم جميعا. بشكركم جدا على التواصل. بصوا يا رجالة، أنا هكلمكم النهاردة على مية جامدة جدا. هنسميها إيه؟ هي لها اسم بس إحنا ممكن نسميها مع نفسنا كده، هي البوابة. البوابة، أيوة، أنا شفتك دلوقتي مخضوض، يا اللي تعرفها يا اللي بتروحها، يا اللي اوعى تزعل ان الناس هتروح تصطاد عليها. خير ويعم على الكل يا جماعه، محدش يزعل من ان انا بقول على ميه او الى خلافه، عشان في ميات كتير السنه دي هقول عليها. السنه اللي فاتت يعني في كام ميه كده ما اتكلمتش عليهم، لا انا هقول السنه دي كتير، متقلقوش يعني. البوابه، البوابه يا جماعه العملاقه، العملاقه 2. ميه سمكتها عملاقه، سمكتها جامده جدا، تحس ان هي ميه من الدنيا تانية. تمام، ميه جامده جدا 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 فوق ما تتخيلوا. ماشي يا جماعه، انتوا عارفين انا يعني بقول لكم اللي فيها يعني. خلاص، ميه البوابه دي دخلتها من على النصرانيه. ميه البوابه دي قريبه من ميه البياره. يعني ايه؟ يعني الدخله التانية من ميه البياره. ميه البوابه دي يعني انت تقدر تجيها من على الدولة عادي وتعدي علي كوبري علي سلامة وتفضل ماشي لحد ما تدخل الدخلة بتاعتها. مية البوابة دي تقدر تدخلها كمان من ورا، من عند جامع القدس، من عند الكوبري اللي هو بتاع النصرانية. تمام، يعني مية هتقدر تدخلها ان شاء الله وتمام التمام. ليه اسمها البوابة؟ عشان عليها بوابة من بره، احنا سميناها البوابة من سنين قوي يعني. خلاص، وجت ناس واتغيرت ناس وبيقول لك ما تدخلش، وناس تقول لك ادخل، يعني الدنيا تمام ان شاء الله. طبعا انت هتروح ان شاء الله رب العالمين باذن الله هتتراضى. الميه سمكتها حلوه. كمان في حاجه، ميه البوابه جنبها ميه عم مفتوح اوعى تزعلوا، وكمان ميه الكونتينر. 3 في منطقه واحده، 3 في منطقه واحده، من دخله واحده، او من يعني مدخلها سواء من على اسرائيلي او من ناحيه النصرانيه. تمام، يدخلك للثلاث ميات. يعني انت لما هتروح تصطاد هيبقى معاك 3 ميات، ميتين قريبين منك البوابه اسمها ايه، وميه عم مفتوح، والكونتينر هتبقى سنه قدام سيكه كده هتروح لها. خلاص، بس مكان جامد، مكان محترم. هوريك شكل الميه، انتوا بقى توريني سمكها. انتوا لما تروحوا تصطادوا وروني سمكها وقولوا لي انت اديت لنا هديه. ميه جامده يا جماعه، ميه خطيره. مش عارف اقول ايه يعني. يعني انا مش بحسن في شكل الميه او بحسن في الحاجه اللي بتكلم فيها، انا بقول لكم الحقيقه بما يرضي الله. الحاجه لما بتكون 1 2 3 انا بقول 1 2 3 وانتم متعودين معايا على كده. خلاص، دي هديه مني ليكم، ميه البوابه. والناس اللي عارفه ميه البوابه ما تزعلش، ما تزعلش. خلي الناس تتراضى، وخلي الناس تسترزق، وخلي الناس تستمتع. مش كل الناس بتروح في نفس اليوم. انت تروح النهارده، ناس تروح بكره كده، كلام من ده. وكتر الصيادين على الميه لو اشتغلوا صح على الميه يشغلوا الميه، لو اخطأوا على الميه بقى وعرفوا بقى بالعبيط
بيضيعوا الميه، وده اللي انا مش عايزه. اعرف شكل الميه، هقول لكم اللوكيشن بتاعها وهوصفها لكم بالتفصيل علشان كل الناس تروح وكل الناس تبقى تمام. هقول البوابه النهارده، بعد كده هقول لكم على ميه عم مفتوح واوريكم شكلها، وبعد كده اوريكم ميه الكونتينر، وفي لوكيشنات مع ان انا ضد اللوكيشنات، بس انا هوصف برضو علشان خاطر محدش يتوه. خلاص، سلام عليكم. حبايبي المحترمين الصيادين في كل مكان، انا هقول لكم دلوقتي على ميه البوابه. ميه البوابه خلاص، ليه سموها البوابه او احنا سميناها البوابه ليه؟ علشان خاطر كان في بوابه بره وما زالت يعني، فاحنا سويناها البوابه يعني. طيب الميه دي ناس كتير عارفاها طبعا، بس اغلب الصيادين ما يعرفوهاش وكده. بصوا يا جماعه، الميه دي سمكتها خشنه جدا 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 جدا، يعني بدون مبالغه يعني خطيره يعني. ميه جايه من السعوديه طبعا، سمكه قويه، يعني فيها سمكه. ماشي يا جماعه. الناس اللي عارفه البوابه طبعا كالعاده يعني كل مره ما اقول ميه جديده يزعلوا، بس والله ده خير للكل يا جماعه. بصوا بقى، انا اوريك شكل الميه، اقول لكم داخلين ازاي وجايين ازاي ونعمل ايه. بصوا يا رجاله، ركزوا معايا كده بس الاول عشان ايه، نبدا واحده واحده. دي ايه؟ دي الصوامع، شايفينها؟ دي الصوامع. ده معناه ايه؟ عشان بس تبقى انت عارف الدنيا فيها ايه. ده معناه ان الاسرائيلي كده، ودي سكه جايه من هنا، يعني انت كده جاي من الاسرائيلي، تمام كده؟ طيب الناحيه التانيه بقى لو لفينا كده، جاي منين؟ كده جاي، ركز الناس اللي عارفه الطريق، جاي من عند الكوبري اللي هو بيطلعك على ابراهيم نوار. الله، سلام. لو تلاحظوا ان في البيت اللي هو في جنبه سلم مسلح، الناس اللي عارفه الطريق تعدي من جنبه وبعد كده تروح كده لحد ما تلاقي الكوبري بتاع النصرانيه، تدخل كده على ابراهيم نوار. الله، يبقى البياره اهي، صح. شايفين المبنى الابيض ده اهو، الاوضتين البيض ده هم، والاوضه اللي هناك دي اهي، بصوا اهي، تمام. والاوضه دي شايفينها؟ دي على البياره، صح كده؟ يبقى البياره اهي والبوابه اهي. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انت بتدخل من البياره كده وبتمشي شويه شويه شويه، وتكون الدخله دي بتاعه البوابه. يبقى البوابه فين؟ يبقى البوابه الدخله الثانيه بعد البياره. الناس اللي عارفه، الناس اللي مش عارفه انا كده كده هوصف، بس انا برضو بشرح عشان بعد كده لما اوصل تفهم الدنيا فيها ايه. يبقى البياره بعدها دخل البوابه في اتجاهك وانت رايح على سكه. خلاص، بس كده الميه دي بس كده؟ لا، مش بس كده. شايفين الطريق ده؟ طب انتوا شايفين البوابه الخشب دي؟ هتقولوا مش هنعدي وكده. قبل ما اعدي عشان يبقى مره واحده، الميه اهي وفيها ادوار، مفيش اي مشاكل. ادوار شكلها حلو، بتاكل مفتاح الميه دي، بتاكل على المفتاح في اي حته، ميه هبله عشان تبقوا عارفين يعني، تمام. طبعا كان فيها ادوار كتير الاول، دلوقتي الادوار خفت لان مش اي حد بيجي هنا. بتاكل على المفتاح يا جماعه، ومن النوع اللي سمكتها بتعكر وبتبقى يعني فضيحه. بتاع الخشب دي عادي، انت هتشيلها وتعدي، متقلقش. لو انت جاي من هنا ما عندكش مشكله. طيب قبل ما اوريك بقى الادوار، اوريك يعني الدنيا فيها ايه. ايه الطريق ده؟ ايه الطريق ده؟ بصوا يا جماعه، شايفين هناك اهي بوابه ظهرت اهي، بوابه خشب اهي، شايفينها اهي؟ انا كده ظهرتها صح؟ شايفين البوابه دي؟ طيب البوابه دي بتوديك فين؟ برضو تعدي من عليها عادي. البوابه دي في ميه جايه كده وماشيه كده ولفه كده، يعني جايه كده وطالعه قدام كده ولفه كده، لفه ماشيه كتير كده، تمام.
المية دي بتاعت هنسميها مية عم مفتوح، لأن في راجل طيب هنا اسمه عم مفتوح بيركب عربية دبابة حمراء، هو يعني تقول الأرض بتاعته، تقول بقى غفير عليها، تقول حارس المكان، تقول هو البص، أي حاجة. المهم عم مفتوح ده راجل محترم، ودي مية هناك بتاكل كويس أوي. بس كده؟ لأ، قبل البوابة دي في طريق وفي مية، المية دي حضان خلاص. لما نروح هناك او لو رحتش هناك، حتى لو ما رحتش انت فهمني، في طريق كده. الطريق ده لما تيجي تمشي عليه ركز عشان اريحك. هتمشي عليه، طول ما انت ماشي عليه هتبدأ تظهر مية على يمينك بعد البيت الاحمر ده او الاوضه الحمراء دي. ايه المية اللي على يمينك دي؟ المية اللي على يمينك دي هتبقى مية الكونتينر، مية الكونتينر. الله، يعني في طريقة اهو، وكمان في طريقة اهو. ايوه، علشان انت لو معرفتش تعدي من هنا تعدي من هنا، ومعاك طريق من هنا. يبقى انت معاك البوابة، مية البوابة، ومعاك مية عم مفتوح، ومعاك مية الكونتينر اللي بتطلعك برضو على نفس المكان. خلاص يا جماعة، وصلت؟ تعالوا بقى افرجكم على على المية. طبعا انا رميت هنا شوية علفة وشوية غلة، معكرة جدا والله دلوقتي. انا شايفها معكرة معايا، مش باينة في الكاميرا اكيد، بس هي معكرة. ماشي. طبعا ده دور عايز يتفتح. تمام. المية هنا يا جماعة غويطة، والسمك بتاكل على البر عادي، وفيها ادوار مفتحة وعايزة ادوار تتفتح. يعني ده كان دور بس مش باين لان محدش بيجي هنا كتير، بس مية من الميات المعتقة، سمكة تقيلة وخفيفة. وضروري اللي بيجي يصطاد هنا في الموسم بالذات، او لما السمك خلاص ينتهي، سمك كتير وبياخد برضه سمك كتير. بصوا يا جماعة، الدورين دول ما بقيوا من يا نهار ابيض. شوفوا بقى الدور عامل ازاي، شوفوا الدور شكله عامل ازاي. انت بتبقى قاعد هنا، المسافة ما بيني وما بين الدور كده دي حوالي 3 متر. العود 3 متر يكفيك، مفيش مشكلة، بس شوف المسافة قد ايه. وتشد سمكة من جوه، سمكة تقيلة حرفيا. بص الدور عامل ازاي، حاجة مش ممكن يعني. وده دور كمان يا جماعة. ادوار البوابة اللي بالشكل ده كان هو ده ادوارها، دي سماتها الطبيعية. خد عندك بقى لحد وانت ماشي، كان في شجر هنا الاول على الشمال، ده كان في شجر الاول قدام شويه خالص، وكان قدامه شويه نازله كده تحت، وكانت فيها شويه ادوار. يا نهار ابيض على المايه دي يا جدعان. المايه دي عشان تبقوا عارفين، كسمكه نفس السمكه اللي كنا بناخدها من 10 سنين، هي بس هي الادوار بس اللي اتغيرت، والدنيا اللي اتغيرت. تمام. ان شاء الله اللي يقدر يدخل ربنا يرضيه، واللي يقدر يتعامل مع الناس هنا ويعني يبقى كويس معاها هيبقى تمام. لانهم ساعات هنا بيغلسوا يا جماعه، ساعات هنا ممكن يقول لك امشي، هم ساعات كده بغزاله يعني، ولكن بنصطاد. خلاص، انا كده وضحت كل حاجه بالنسبه للميه دي واللي حواليها. وانا لما هوصف لك، حتى لو ما وصفتلكش على الطبيعه، هوصف لك GPS ازاي تدخل المداخل، والموضوع هيبقى سهل جدا جدا. بس اكيد وانا طالع سواء من هنا او من ورا هوريك شكل الدخله، عشان تبقى انت على الاقل خالص عرفت دخله منهم. خلاص، انا هفطر بقى وبعدين اجرب الادوار دي، اشوف هتاكل ولا لا. خلاص، مع انها بتاكل بدري، بس اجرب الاول. السلام عليكم. انا كده يا رجاله طالع من البوابه. خلاص، انا كنت هناك كده صح، كنت في الحته اللي هناك دي اللي قبل البيت دي بشويه. جميل. انا وقفت عشان ايه؟ اصور لك وانا طالع، عشان اعرفك الدخله واعرفك هي فين بالظبط منها من البياره، عشان تبقى عارف الدنيا فيها ايه. دي البوابه يا جماعه، ماشي، الادوار ورا، بس عشان تبقوا عارفين انا كده طالع. هتاخدوا بالكم بقى من ايه، من حاجه يعني. انا اول ما اطلع هتشوفوا شكل الطلعه بتاعتها، وبالتالي داخله، وكمان هي فين من البياره زي ما انا قلت.
خلاص. فين؟ من البياره. يعني ايه؟ يعني هي على قد مسافه قد ايه من البياره؟ اعرفها ازاي يعني؟ خلاص. فانا همشي بيك، هطلع بيك وهطلع بيك على الاسرائيلي طبعا، وهدخل يمين وانا رايح على البياره. خلاص ماشي يا جماعه. دي ميه البوابه، ميه خطيره، ميه مش طبيعيه يعني يا جماعه، ميه مش طبيعيه. يعني اللي يجي يصطاد هنا ما فيش سمك صغير بيطلع، كله اربع وفوق، اربع وفوق. فوق دي بقى معاك بعد الكيلو كمان يعني، وعلى طول. يعني هي دي سمكتها بس، مش حاجه اكتر من، مش حاجه اقل من كده يعني، عشان تبقوا عارفين يعني. بس طبعا خد بالك من الكلام اللي هقوله ده. البوابه اللي قدام دي اللي انا هعدي منها دلوقتي ساعات بتبقى مقفوله الصبح، تمام؟ فانت ممكن تدخلها من ورا. انا هبقى اعمل لك انا وصف من الدخله من ورا، او لو انا جيت بعد كده بالموتوسيكل يعني هصور لك الدخله من ورا، ماشي؟ بس هي شكلها كده ايه، هصور لك الدخله من ورا. خلاص ان شاء الله هصورها يعني. المهم البوابه دي بتكون مقفوله، وهي مفتوحه بتعدي بنسبه كبيره، بتعدي. ممكن يرخم معاك ويقول لك معلش ما فيش صيده هنا وكده، بس يا جماعه ورا المكان اللي كنت قاعد فيه مفيش حد نهائي بيقول لك امشي، ولا حد بيقول لك ما تقعدش هنا، ولا الكلام ده كله، مفيش خالص الكلام ده. بتصطاد عادي. هي الدخله بس، المشكله في الدخله بس يعني. هو لو دخلك من على البوابه، وغالبا بتدخل ماشي، اللهم صل على النبي، ايه، هتدخل بقى وتخش جوه خالص على الادوار وتقعد تصطاد عادي، مفيش اي مشكله. خلاص. فانا هوريها لكم وانتوا نصيبكم يعني، لان انا برضو في يوم من الايام انا ونصيبي كنت باجي وما عرفونيش يا جماعه. الناس اللي هنا ما يعرفونيش ولا انا اعرفهم. خلاص. يعني هنا كمان ممكن يقول لي لو سمحت ما تخشش، فاهمين كده يعني. ولكن ان شاء الله خير، ان شاء الله بتعدي وبتدخل باذن الله تعالى. الحته دي كان فيها شجر، المكان اللي انا ماشي فيه ده اهو كان فيه شجر الاول، ظل هنا، وكان فيها ادوار بقى بالهبل في الحته دي. ميه يا جماعه حقيقي حقيقي ميه خطيره، ناس عارفاها على القناه كده، هتشوفني في ناس عارفاها، انا قابلتهم هنا اصلا صيادين، فاكيد بس ما حدش يزعل بالله عليكم يعني، عشان والله يعني ايه، هي الفكره كلها يعني احنا بنستمتع. تمام. في دور هنا اهي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بس في الاول ده مستحيل حد يقول لك اقعد، مستحيل. رخمين بقى هنا يا جماعه يعني، هم ساعات بيرخموا كده ماشي. الارض دي للنهايه مش كلها بتاعتهم يعني، فهو بس يعني ايه بيخاف على اول الميه بتاعته، بعد كده بيقول لك انا مالي. الناس اللي ورا بقى كويسين، فاهمين؟ هي دي القصه يعني. بصوا يا جماعه، علموا الصوب دي، لان هي اصلا الصوب دي بقى لها 20 سنه 20 سنه الصوب دي يا جماعه، ما اتغيرتش، ولا اي ما بغيروا المسمى بتاعها وخلاص، انما الصوب دي موجوده. خلاص. اعرفها كويس علشان خاطر لو انت رايق وانت جاي ما تتوشش. لو انت جاي من علي سلامه، طريق علي سلامه، انا طالع من البوابه، لو انت جاي من طريق علي سلامه نحو اليمين اهو، يبقى كاني جاي من علي سلامه، يبقى هي الدخله اللي قبل البياره. بص يا رجاله، اوريك شكلها، انا هلف بالموتوسيكل بس اوريك شكلها ماشي، عشان ايه اللي جاي من هنا وجاي من هنا ياخد باله. اهي يا جماعه، في بقى علام حلو خالص اهو، شايفين الحجاره دي؟ بس شايفين الحجاره دي؟ اخر حجاره، بعدها السكه على طول، اهي بعدها السكه على طول يا جماعه ماشي. ده بالنسبه لايه وانت جاي من علي سلامه او جاي من عبداوي. اخر حجاره بالنسبه لايه بعد الكوبري الرابع، اخر حجاره بعد الكوبري الرابع يا جماعه، لان في حجاره قدام لسه ماشي. ادي الدخله اهي شكلها، وانا هطلع كده كأني رايح البياره او رايح النمل. شايفين البيت ده؟ ده البيت الوحيد اللي قبل دخلة البياره، اظن مفيش اكتر من كده علام يعني. ده البيت الوحيد
ده البيت الوحيد يا جماعه اهو، الوحيد اهو، شايفينه باين خالص اهو قبل دخلة البيارة. هي مسافة قريبة، أنا مصور لكم من هناك مسافة قريبة خالص يعني. عايز أسهل عليكم والله رجالة. ماشي، دخلة البيارة مفيش دخلات أهي، ده دخل البيت عادي أهو، مش دخلة مية ولا دخلة طريق ولا أي حاجة. ماشي، الدخلة اللي جاية هي دخلة إيه؟ يا نهار أبيض، دي طبعا دخلت البيت مالناش دعوة بيها. يلا يا جماعة دخلت البيارة اهي، دخلت البيارة اهي اللي جاية ده. عرفتوا بقى البوابة من البيارة؟ أظن الموضوع كده واضح. خلاص، دي السكة اللي العربية جاية من عليها، احنا هنعدي من عليها، ودي الدخلة دي هي دي البيارة يا جماعة. ماشي، دي البيارة يا جماعة، ومفيش بوابة عليها خالص اهو، مفيش بوابة عليها خالص يا جماعة. خلاص، وانا كمان هعمل لك لوكيشن من على، انا هرجع على فكرة، هرجع اعمل لك لوكيشن من على دخلة الايه البوابة كمان يعني. خلاص، انا هوقف الفيديو عشان انا هرجع بقى، هرجع اعمل لكم ايه دخلة للايه، ولا اقول لك خليك معايا. دي البوابة اهي، دي البيارة ولا ايه. ماشي اهو، انا طالع من البيارة او جاي من الكوبري الخامس وطالع، البيارة عدت عليا اهي، مسكتها، هكمل هلاقي اول بيت اللي جاي ده، بعد البيت اول دخلة بوابة بس، خلصان. ماشي يا رجالة، انا نسيت اخد لوكيشن على اولها، انا خدتها من جوه بس انا قلت ايه اخد لك من اولها برضه، كله فايدة ليك يعني. انا يا جماعه والله التعب ده مش بتعب يا جماعه يعني، انا مش بحسه تعب والله، ما بحسه تعب يعني ايه، كله عشانكم والله يعني. خلاص بقى، دي حاجه انا بعملها علشانكم، دي امانه، وانتوا خلاص بقى من حقكم ان انتوا تاخدوا المعلومه، ومن حقكم ان انتوا ايه يعني خلاص بقى ملزم عليا فعلا ان انا اقدم لك المعلومه وباستمرار، ويعني حقك. ماشي يا جماعه، انا كده وصلت دي الدخله اهي. ماشي، انا هلف وافصل الفيديو واعمل لوكيشن. خلاص، دي الدخله اهي، كاني داخل، انا كاني داخل يا جماعه. خلاص، انا هعمل لكم لوكيشن من هنا دلوقتي حالا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا رجاله، انا هوصف لك دلوقتي ازاي نروح البوابه. خلاص، ركز في الكلام اللي انا هقوله، عشان ايه هقول على تفاصيل كده وانا ماشي. خلاص، دي البورصه اللي على الطريق الدولي كفر الشيخ بلطيم. خلاص كده يا جماعه، كده لو مشينا كده هنبقى رايحين بلطيم، ولو مشينا كده هنبقى رايحين كفر الشيخ. احنا هنمشي كاننا رايحين كفر الشيخ. يعني انت هتاخد البورصه على يمينك بالشكل ده كده، تمام، وهنبدأ نمشي. ركز معايا بقى، الموضوع سهل وبسيط ومفيش أي مشكلة. هنمشي عشان ندخل من على الطريق المصرف الإسرائيلي. خلاص، المصرف الإسرائيلي ده هيكون بعد البورصة بشوية صغيرة كده. هنمشي اهو، احنا ماشيين اهو، السكة واضحة قدامك خالص، مفيش أي مشكلة. أنا بحاول أقربها لك خالص اهو عشان تبقى أنت عارف الدنيا ماشية ازاي. هنمشي، مفيش أي دخلات تانية اهي، هي مية هتجيلك بعد شوية، هتلاقي فيه زي ايه، زي جزيرة كده اهي، شايفين ادي الجزيرة اهي، وبعد كده هتدخل هتلاقي نفسك ايه على المية على طول. ده المصرف الاسرائيلي. لو مشينا شوية صغيرين هنلاقي جزيرة تانية اهي برضو، هنلاقي الايه بنزينة اهي، بس احنا هنرجع للمصرف الاسرائيلي. موضوع سهل خالص يلا تمام يا رجالة، يبقى ده المصرف الاسرائيلي وده الطريق اللي هندخل عليه. هنبدأ ندخل، هنمشي مسافة زي 2 كيلو كده ولا حاجة، هيكون حجارة. هنمشي، موضوع سهل خالص يا جماعة، الطريق واضح خالص قدامك اهو. الاخضر اللي انت شايفه ده مش زرع، ده مزارع، ماشي، ميه خضراء يعني. المهم هتمشي، خد بالك، دي دخلة توتو. ماشي يا جماعه، هنبدا نمشي، مفيش اي مشكله اهو.
اهو لحد ما يقابلك جامع صغير كده على ايدك اليمين، وهتلاقي قدامه معدية. تمام. هنمشي تاني لحد ما تلاقي جامع تاني اهو، هيبان كل ده باين قدامك اهو. جامع ده جامع على فكرة، مسجد صغنن كده. ودي دخلت السواق يا جماعة، ودي دخلت مية المدرسة. مية المدرسة يا جماعة محدش يروح، انا معرفش، انا لما رحتها من شهر كده ولا حاجة، يعني كانت مفيش مية وحاجات كده، بس هي فيها مية. بس اللي عايز يروح ويشوفها ويقول لي يقول لي. تمام. هنمشي هنعدي الكوبري اللي هو بعد السواقي ده، اللي هو الكوبري اللي جاي ده هنعديه اهو. ماشي. قدامه كان بيت صغير كده. المنطقة اللي احنا عايزين نوصلها منطقة علي سلامة. بص بقى ركز معايا، هنوصل للكوبري بتاع علي سلامة. بس ادي كوبري علي سلامة. المنطقة دي كلها بيوت كتير بقى مميزة، وهتلاقي جامع كبير هنا مميز، وهتلاقي هنا على طلعة الكوبري هنا مصنع بتاع ايه، علف او هنجر. خلاص. احنا عايزين نروح للكوبري اللي بعده، اللي هو الكوبري بتاع النمل. هنمشي يا جماعة، هنمشي عشان نروح مية البوابة. هنمشي. طبعا السكة رايحة بيك يمين وشمال، بس انت هتمشي عادي، الحجارة اللي على اليمين مالكش دعوة بيها، في سكة العربيات. عايز تخش من تحت هنا، من فوق، من هنا، عادي. انا مشيت على الطريق ده يا جماعة، مفيش مشكلة. خلاص. هتمشي. انا هروح بيك لحد الكوبري الاول، لحد ما رحت بيك للكوبري اهو. احنا دخلتنا البوابه قبل الكوبري، بس انا عايز اربط لك الدنيا ببعضها. يبقى ده الكوبري اهو بتاع النمل، ودي المسجد الصغير اللي هو بتاع العزبيه. احنا بنخش النمل من هنا، صح؟ صح كده. ماشي. طيب. لما احنا بقى لو وصلنا قبل الكوبري بشويه، هنلاقي دخلة البياره اهي. اقصد اهي. تمام. البياره اهي. طب فين البوابه؟ البوابه هنمشي. دي داخله البيت ملناش دعوه بيها، ودي برضو داخله البيت ملناش دعوه بيها. هنمشي لحد ما نروح للدخله اللي هي ده اهي. اهي يا جماعه.